المعلومات المؤكدة أن نيرة لم تقتل. تاني، نيرة لم تقتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم عماد العطار. بنتي لا يمكن أن تنتحر. والد فتاة العريش يكشف تفاصيل لحظاتها الأخيرة. تقرير الصحة أفاد بأن نيرة توفيت متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية. ده الكلام الأكيد. أبوها بيقول بنتي مستحيل إنها تنتحر أو تموت مسمومة. خلاص، تقرير الطبيب أو الصحة بيقول إنها توفيت متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية. برضو دي أزمة نت. الحاج صلاح الزغبي. مين الحاج صلاح الزغبي؟ الحاج صلاح الزغبي والد الطالبة نيرة الشهيرة بفتاة العريش التي توفيت مسمومة بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة. إيه هي التفاصيل؟ إيه هي التفاصيل؟ طبعا المصدر اللي قدامي العربية قال إن بنته بنته قبل الحادث بساعات قليلة كانت تتحدث مع والدتها على الهاتف، وقالت لها بأنها صايمة ومحتاجة المبلغ من المال، وتم الاتفاق على أنها ترسل مبلغ من المال على المحفظة أو عبر أحد المحافظ البنكية. قال إن بنته بعد ما فطرت وكلت وتناولت بعض الطعام في المدينة الجامعية شعرت بمغص، واتصلت بوالدتها مرة تانية قالت لها يا ماما أنا بتألم. والدتها قالت لها حاولي تشتري دواء معين لأنه يخفف الألم اللي عندك. ده إن في مشرفة من المدينة الجامعية تواصلت مع زوجته اللي هي والدة نيرة وقالت لها إن بنتك في المستشفى وحالتها سيئة جدا، وقالت لها لازم تحضري فورا. تمام. نيرة كانت ماتت ولكن مرضتش تقول لها طبعا. ليه؟ لأنها تقرير الصحة قال إنها توفيت متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية. طيب، إلى من يهمه الأمر بقى اللي عايز يعرف؟ قال إذا كانت بنتي منتحرة أو ماتت مسمومة، تمام، مين اللي وضع لها السم في الطعام ولمصلحة مين؟ الراجل بيقول لكل اللي بيقول فيه على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو إن نيرة ماتت مسمومة. الراجل هو بيقول إنها كلمت مامتها قبل اللي حصل لها وقالت لها يا ماما أنا ابعتي لي، أنا عايزة قرشين، أنا صايمة. بعد ما فترة حصل مغص وانتقلت الى المستشفى وتوفت. تقرير الصحة بيقول انها ماتت بأثر هبوط في الدورة الدموية. طيب، وكشف ان تقرير الوفاة المبدئي قال ان ابنته توفيت نتيجة حالة سم شديدة، مؤكدا ان ابنته مسلمة وتعرف حدود دينها ولا يمكن ان تنتحر وتموت كافرة. والنيابة طبعا قد قررت إعادة استخراج الجثمان وتشريحه لبيان أسباب الوفاة. وأكدت النيابة أنه يجرى حاليا استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الواقعة وسبب الوفاة. وكان مصدر أمني مصري قد أعلن أول أمس فحص موقف الطالبة المتهمة شروق أحمد و5 من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات الواقع. وقال أنه تم توقيف والدة الطالبة المتهمة شروق وهي برتبة رائد عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصا على نزاهتها. يقال انها ما ماتتش مسمومة وانها مسلمة وما تموتش كافرة وعارفة دينها. وفي نفس الوقت ان تقرير الصحة بيقول انها ماتت اثر هبوط في الدورة الدموية. فمش عايزين يا جماعة نطلع اي كلام في اي كلام ونظلم الناس، وده الكلام اللي دايما اقوله. مش عايزين نظلم الناس، مش عايزين نظلم الناس. جرح اللسان افظع من جرح البدن يا جماعة. ما تيجوا نعرف الحقيقة من
المذيع الكبير أحمد موسى. المعلومات المؤكدة أنه نيرة لم تقتل. تاني، نيرة لم تقتل.